السلام عليكم. الحلقة دي مختلفة عن كل الحلقات اللي أنا عملتها قبل كده، لأن قصة لاعبنا النهاردة قصة ما بتحصلش غير مرة واحدة في العمر. لو أنا قلت قدامك اسم اسكوبار طبعا هيجي في بالك على طول ملك المخدرات بابلو اسكوبار، بس النهاردة هنتكلم عن اسكوبار تاني خالص غير اللي احنا كلنا عارفينه. لو اتولدت في أمريكا الجنوبية هيبقى قدامك طريقين عشان تنجح، يا إما تدخل في سكة المخدرات والمافيا، ودي سكة كلنا عارفينها آخرتها الموت والقتل، يا إما تمشي جنب الحيط وتبقى لعيب كورة محترم. بس لو انت حظك وحش هيكون برضو اخرتك الموت، وده اللي حصل مع لاعبنا النهارده اندريس اسكوبار لاعب المنتخب الكولومبي. اللاعب ده اتولد في بيئه كلها تجاره مخدرات وجرائم قتل، ووسط المخدرات والجرائم القتل حب يمشي جنب الحيط ويبعد عنهم، وقال يلعب كوره ويستغل موهبته كمدافع، كان قوي جدا. بدا اسكوبار مشواره الكروي مع فريق انترناسيونال وحقق معاه الليبرتادوريس. ساعتها كان اول نادي كولومبي يحقق البطوله دي، ويجي دور المنتخب ويستدعي المنتخب الكولومبي لاسكوبار اول مره في تاريخه وهو عنده 21 سنه بس، ولعب معاهم كاس العالم 90. ساعتها عملوا اداء جيد، مش هقول ممتاز بس كان اداء جيد. وتعدي السنين نروح على سنه 93، ساعتها كان منتخب كولومبيا عامل اداء عالمي في كوبا امريكا وتصفيات كاس العالم، طبعا بقياده اسكوبار في الدفاع، وكله كان مستني اداء منتخب الكولومبي في كاس العالم 94 عشان يكونوا الحصان الاسود للبطوله ويوصلوا للمراحل النهائيه في كاس العالم. ويبدا كاس العالم 94، وفي اول ماتش وفي ماتش الافتتاح ما بين فريق كولومبيا في كاس العالم قدام رومانيا يخسر المنتخب الكولومبي من رومانيا 3-1، وبعد خسارتهم الماتش الاولاني يروحوا يلعبوا قدام امريكا صاحب الارض والجمهور، وكان كل الجماهير الكولومبيه متحفزه لفوز المنتخب الكولومبي عشان ما يطلعوش من كاس العالم. بس للاسف، وهقول لكم ليه دلوقتي، انا بقول للاسف، خسر المنتخب الكولومبي من المنتخب الامريكي، واسكوبار حط جون في نفسه، والجمهور والصحافه وقتها شيلت الليله لاسكوبار، وهو اللي اتصدر المشهد بخساره المنتخب الكولومبي وانه سبب طلوع كولومبيا من كاس العالم. ولعب اسكوبار الماتش الاخير في المجموعه قدام سويسرا وما يعرفش ان ده اخر ماتش في حياته. وبعد توديع البطولة يرجع اسكوبار لكولومبيا، وما يعديش اسبوع ونتفاجئ بمقتل اسكوبار بعد ما اتضرب عليه 6 رصاصات من مافيا كولومبيا وهو خارج من المطعم بامان الله. ووقتها قالوا سبب مقتل اسكوبار ان العصابات الكولومبيه كانوا عاملين مراهنات بفلوس كتيره جدا ان المنتخب الكولومبي هيعدي الادوار المتقدمه، وخسروا مبالغ كبيره جدا بسبب خساره المنتخب وخروجه من المجموعات، وهم كانوا كده مفكرين ان هم هينتقموا من اللي كان سبب بخسارتهم المراهنات. مات اسكوبار وهو عنده 27 سنه بس. اتعملت له جنازه كبيرة جدا حضرها رئيس كولومبيا وحضرها جماهير كبيرة جدا. قصة حياته بعد كده اتعملت مسلسلات وأفلام. للأسف الحادثة دي بقت مرتبطة بكأس العالم، كل لما يجي سيرة كأس العالم يتحكي القصة دي. نقطة سودة في تاريخ كأس العالم، ونقطة سودة في كرة القدم، ونقطة سودة كبيرة في تاريخ الفيفا. نقطة سودة كبيرة في تاريخ الفيفا. في النهايه دوس لايك وشير للفيديو، وقولوا لي في الكومنتات تحت لو عجبتكم الحلقه، كمان قولوا لي عايزين اتكلم فين على الحلقه الجايه. سلام.